خالد ابو سيف، المنسق العام لحركه خنقتونا. ها؟ خنقتونا يا باشا. انت بتقول ايه يا كابتن؟ لا خنقتونا مش سعادتك، لا لا ابدا، خنقتونا ده اسم الحركه. اسم الحركه؟ وعايز ايه بقى يا عم الحركه؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهره. لا يا راجل. طب ما تقول كده من الصبح. ايوه تصريح عادي يعني، تمشي في الشارع في مظاهره طبعا، وتهتف نهتف طبعا والناس تمشي وراك لما بقى عشان تبقى في السليم يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي، التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنه. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبه للحركه اقف هناك يلا. خلاص بالنسبه قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك. اتفضلوا اما نشوف اخرتها معاكم. تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا. دول خناقه يا فندم، كانوا سكرانين سكر باين يا باشا، فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروه حتت. يا اهلا وسهلا. هاي. هاي. يا حلو قوي. لما انتوا طلبة جامعة ومستوى هاي، ايه اللي يخليكم تعملوا في بعض كده؟ عاملين لي فيها بلطجية؟ بالذمة ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده، سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سياده الظابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجة هانا. نو 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 نجيبه متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى، انت هانا ولا متولي ولا الخولي؟ انت نجيبه متولي الخولي يا الاولى على الثانويه العامه. يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت؟ هو انت المتحدث الرسمي باسمها؟ يا باشا دي نبغه من نوابغ مصر. دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره بتوع ايدك يالا. يا باشا احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل أنا شاعر. الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاتنين في خلف الاسوار. اقف يلا كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه، ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا البت دي على الحبس. بالنسبه لخنقتونا بالنسبه لخنقتونا بقى يا عم الخنقه، انا هحطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. اخلص. هاي. الا هاي يا حبيبتي. تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ ثانكس. بقول لك سيبك منها، دي سانكس ومانكس، سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم بقى لبش والحكومه هرشته، ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي، ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه، وبعدين ما تقلقيش، ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام. يعني ما فيهاش اللي ادب. لا ده انت تجيلك 3 اشهر وتطلعي، ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ عاملين لي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكوا سودا. هتباتوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كلبشات كلكم وهتتعرضوا على النيابه. مأساكم ايه؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم؟ سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا، دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا، اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي؟ مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل يا بلبل، تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم، ما نعرف، ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا، تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي؟ مش تقول يا عم؟ كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. يا فندم يا صلاح باشا. نقي لي انضف بوكس عندك في الاسم، وخد البهوات وصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انضف بوكس يا باشا.
اتفضل. اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه كانت اولى الثانويه العامه. ونازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر. اخرس بقى يا عم، خنقتونا. انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ آداب. واو، يعني احنا زملاء. انا اثار. آثار بتحب المناطق الصحراوية، أكيد قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئي اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ إيه يا مامي؟ إيه يا تيزة؟ إيه يا داجي؟ إيه يا حبيبتي يا بيئة؟ لا، لمي روحك يا عفاف وانت وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. بس يا حوج، بس يا همل، نجيبه متولي الخولي. افراد. أوانك آن تحدي الحد يا بلدي، ما بين الحق والبهتان، ورايتك تعلى يا بلدي، ورايتك تعلى يا بلدي، ما بين الحق يعني انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه يس. اللي زي حالتنا يعني، اللي لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس حتى التعليم، عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي. كل الرموز الحقيقيه في كل المجالات ما بقتش موجوده. صح، انت كلامك صح يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشه، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئه؟ طبعا. ساعتها هنحقق ايه؟ ايه؟ هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ العداله الاجتماعيه. يس. انا عايزك تسمعي دي دي ايه؟ مقطوعه شعريه من الهامك انت، مش من الهامي انا، من وحيك انت مش من وحي انا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتاء يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطيني. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا فلسطين؟ مين دول؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. انت معايا يا نجيبة؟ شور.